السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم إعادة تدوير لعلبة السمنة اللي انتوا شفتوها دي، وأي علبة سمنة عندكم ممكن تعملوها، وممكن تعملوها كمان أطول من كده وتحطوها مثلا على الأرض بعد ما بنخلصها خالص. يعني أنا هعملها كفازة بالشكل ده، فممكن تعملوها أطول من كده. فلو اول مرة بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير. وعايزة اقول لكم ان احنا باعادة التدوير دي ممكن نعمل حاجات كتير جميلة جدا وبتتباع بره غالية قوي. ومش هنكلف حاجات، او مش هندفع فلوس كتير، ممكن تكون كلها حاجات عندنا في البيت ممكن نستخدمها. بس انتي فكري وشوفي ايه اللي عندك ممكن ينفع. وفي الفازة دي ممكن تحطيها كده من غير زرع وممكن تحطي فيها زرع. فيلا نبتدي الفيديو. هنا عندي دي علبة سمنة، والميزة اللي في العلبة دي ان هي ما بتصديش من جوه. بصوا هي عاملة ازاي من جوه، نوعها حلو جدا. فلو نوعها بيصدي ممكن هقول لكم في الفيديو تعملوا ايه. هنا دي عندي حلقان بتاعة الستاير، بس مش اللي احنا بنشيل بيها الستاير، لا دي اللي بتتحط في شريط الستاير، وبتتباع رخيصة جدا تقريبا بربع جنيه الواحدة. يعني مش حاجة، يعني انت لو جبتي مثلا 20 واحدة شوفي هتدفعي كام. 5 جنيه هي اللي هتدفعيها ولا كام، شوفي بقى انت. وهنا بقى انا هبتدي ان انا الزق بمسدس الشمع، همسك كده من الناحيتين وابتدي ان انا اضغط كده كويس. هنا اهو. واعمل برضو نفس الطريقة كده هنا. احاول بس ان انا اضغط على الاماكن اللي انا حاطة فيها الشمع علشان تلزق معايا كويس. وهعمل هنا برضو اهو كله كده. وشوفوا انتوا طبعا بتظبطوها على حسب العلبة اللي عندكم. يعني انا مثلا هشوف كده انا هحطهم فين واحاول ان انا اظبطها كده وانسق الشكل بتاعها في النهاية. فهبتدي ان انا كده زي ما بقول لكم اكمل كده اللزق اهو كده، واكمله كله بنفس الشكل. طبعا انا هرشها في الاخر بعد ما اخلصها. فعايزه اقول لكم ان انا ممكن بدل ما انا عموما انا هرشها اللون اللي هو الفضي النيكل مش الفضي العادي. وفي اللون الذهبي ده اللي انتوا شايفينه هو شكله تحفة جدا. بس انا علشان الديكور بتاعي عندي في الشقة مايل على الفضي شوية، فهعملها على فضي. لكن ممكن انتوا تعملوها ذهبي وتسيبوها زي ما هي كده، لكن بترشوا طبعا علبة السمنة. فعايزة اقول لكم ان الدهانات اللي هي اللي بقول لكم عليها اللي بتترش دي، في اللي هي النيكل اللي انا مستخدماه ده تلاقيه فضي بيلمع كده، وفي اللي هو الفضي العادي ده، وبرضو استخدمته معاكم يمكن في الشمعدان اللي فات حامل الشموع اللي انا عملته كان بالفضي العادي. ففي فرق كبير طبعا. فاللي عجبني اكتر هو النيكل زي ما بقول لكم، وده بتسألوا عليه بتلاقوه عند بتاع البويات. تمام. والحلقات دي بتلاقوها عند اللي بيعملوا الستاير او اللي بيبيعوا الخردوات والزراير والخيوط وكده. فهنا بقى انا بشوف هحط فين، لان طبعا مفيش اماكن كتير عندي هنا في علبة السمنة. فحاول ان انا اظبطها كده وانسق الشكل. هجيب بقى كده من الجوانب كده هحط كمان، وابتدي الزق برضو كده واضغط على الاماكن اللي فيها الشمع عشان تلزق معايا كويس وتثبت
او كده. وبعدين اجي برضو جنبها كده، وهتبقى عاملة زي كأنها قاعدة او زي رجول كده لعلبة السمنة دي او للفازة بعد ما نخلصها. وهي بعد ما خلصتها خالص اهي، بحاول اشيل اي خيوط طالعة من الشمع. بكل سهولة بتشيليها، بتشدي اي خيوط كده. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا ممكن نعيد تدوير اي حاجة، ممكن نرميها بشكل او بطريقة سهلة قوي وبتكلفة بسيطة جدا، وكمان هتدينا شكل حلو قوي وما كلفناش كتير. ده اللي زي ما بقول لكم عليه، ده السبراي النيكل. شايفين هو هيبقى لون اللي هو الغطا بتاعه. وبصوا ده برضو السبراي اللي استخدمته معاكم قبل كده، ده الفضي العادي. فالأحسن هو التاني ده اللي بقول لكم عليه اللي هستخدمه. هرشه انا برضو وارجع لكم، لان انا مش هينفع ارشه كده هنا، لازم ارشه في مكان مقفول مفتوح. وبقى هنا بعد ما رشيته شايفين اللمعة بتاعته عاملة ازاي اهي. طبعا ممكن زي ما قلت لكم تسيبوها كده او بتحطوا فيها اي زرع، ولو عايزين تطولوها بتحطوا علبتين سمنة وبتفرغوهم وتلزقوهم بمسدس الشمع وتحطوها على الارض زي ما قلت لكم في الريسبشن عندكم او في اي مكان. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.